ماتش داي 3 المغرب هايتي من اجل صداره المجموعه. من بعد ما توقعت التشكيله اللي غادي يدخل بها المدرب وهبي في الماتش ديال البرازيل وفي الماتش ديال اسكتلندا شفتها لاصقه. شوفوا واش غادي نجيبها لاصقه في هذا الماتش. بالنسبه للماتش هايتي غتكون شويه صعيبه لانه ضمننا التاهل ولكن ما ضمناش صداره المجموعه، وصداره المجموعه ممكن ماشي غير المباراه ديالنا اللي غادي تضمنها. دونك تنظن المدرب وهبي غادي يخلي على الاساس نفسه، ولكن واش غادي يبدل بعض اللاعبين هنايا فين نقدر ما نجيبهاش لاصقه. ثلاثه ديال المراكز اللي تنظن المدرب وهبي يقدر يغيرهم في هذا الماتش هذا باش يخلي اللاعبين الاساسيين. اول مركز تنظن حراسه المرمى، ممكن نشوفوا المحمدي في هذا الماتش هذا ديال هايتي. ثاني مركز هو مزراوي قبل الكومبيتيسيون كنا كنسمعوا على المشاكل اللي عنده في الكتف اللي كان تلقاها في مباراه ديال النرويج. كنظن ان مزراوي هو اللاعب اللي يقدر ما يبداش مباراه ديال هايتي باش انه يعطيه قسط من الراحه. والبوزيسيون الثالثه هي مركز الجناح الايسر، وخا شفنا بلال خنوس قدم اداء بزاف في هذا المركز هذا، ولكن نقدروا نشوفوا مدرب يبغي يجرب جناح حقيقي بحال مثلا طالبي. دونك هادو هما المراكز اللي تنظن غادي يقدر يكون فيهم الشك. دابا تشكيله متوقعه مباراه ديال هايتي. في حراسه المرمى ياسين بونو، في خط الدفاع عيسى ديوب مع شادي رياض، على اليمين حكيمي، على اليسار انس صلاح الدين. في خط الوسط غادي يكون نفسه بوعدي ونايل العناوي، قدامهم اناحي، ابراهيم دياز على اليمين وبلال الخنوس على اليسار، ومهاجم الصيباري. يلا نشوفوا واش غادي نجيبوها 3-3 في التشكيلات المتوقعه مباريات المنتخب في المونديال. دابا قول لي التوقع ديالك النتيجه ديال مباراه هايتي في لي كومونتير.